الحلقة يعني كان توظيف لأغنية المبدع ناظم الغزالي، طالع من بيت أبوها، حاولنا نوظفها للرياضيين. طيب كيف يعني استطعت أن توظف يعني كلمات هذه الأغنية في شعر يعني؟ والله أستاذ حيدر حضرتك كبر الدرس الثاني أنه بنعمم مضمت أنا أعرف. نعم أستاذ جليل، إن أردناك صحفيا فأنت صحفي مبدع، وإن أردنا شاعرا فأنت شاعر متألق، وإن أردناك تأدي برنامج فأنت أديت برامج جميلة ومبدعة. نعود إلى أن أنت تكون شاعر، كتبت أكيد للوطن، كتبت للمرأة، كتبت للغزل، كتبت لجميع المواضيع ومجالات الحياة. نبدي أو نريد أن نسمع من عندك شعر عن المرأة. أكيد أن الإنسان ما يحب الثاني معايش. لا تقلقين، لا تخافين، أنا أصلي عراك وأهل الفلاحين. لا تخافين، أنا أصلي جنوب وأهل فلاحين، وقبل لا يلمنا ماعون الأكل بالدار لمتنا المبادئ والقيم والدين. لا تخافين، أنا أصلي عراك وأهل الفلاحين، ولو أدري النفس أمارة بالسوء. نعم، هي النفس أمارة بالسوء، ولو بي عطش متجمع من سنين، ترانا قبال هاي الرقة والأخلاق والطيبة وجمالك والورد خدين، أتحول طفل خايف، طفل مرعوب، جابوا للمدير بتهمة التدخين. والله لا تخافين، أنا أصلي أراكي.